5 أعمال لو عشت عليها يوم عرفة اليوم ده وأقسم لك بالله هيغير حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. لما يبقى في يوم مهم عند حد بنشوف قد إيه هو مهتم باليوم ده وقد إيه بيعمل حاجات مهمة في اليوم ده. ولما تيجي تبص اليوم عرفة هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى اختاره من بين أيام العام كلها. يوم عرفة اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أتم فيه الدين. لما واحد من اليهود جه لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له ده في آية في كتاب الله عندكم نزلت، لو نزلت علينا معشر اليهود كنا خدناها عيد. فسيدنا عمر سأله أي آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسيدنا عمر عرفه أنها نزلت يوم عيد فعلا، وإن الآيات دي نزلت يوم عرفة. يوم عرفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه عيد لينا كلنا كمسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يعني دي الأيام بناخدها عيد ونفرح ونسعد فيها. فلما ربنا يختار اليوم ده بالذات انه يبقى عيد يبقى يوم مهم. يوم عرفة اللي ربنا سبحانه وتعالى اقسم به، والله عز وجل لا يقسم الا بعظيم. فقال سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود. فقال صلى الله عليه وسلم واليوم المشهود يوم عرفة. وسيدنا ابن عباس ترجمان القرآن قال في تفسير آية والشفع والوتر اللي في سورة الفجر قال والوتر يوم عرفة. يعني يوم ربنا سبحانه وتعالى يقسم به في القرآن اكثر من مرة، يبقى يوم عامل ازاي؟ يوم مهم. يوم ربنا سبحانه وتعالى يختاره من بين الايام ويجعل صيامه يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر. يبقى يوم مهم، يوم ربنا سبحانه وتعالى اختاره دونا عن الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ما فيش يوم ربنا بيعتق فيه الناس من النار. عارف يعني عتق من النار؟ يا محمد يا أحمد يا مها يا سهى يا نهى يا خديجة يا عائشة يا أمير يا عبد الله يا كل أسماء الدنيا يكتب اسمك كده عند الله إنك من أهل الجنة وما تدخلش النار. اليوم ده اكتر يوم ربنا بيعتق فيه من النار. عايزين ايه؟ يبقى يوم مهم. فيلا بينا نركز كده ونسيب اللي في ايدينا وما نعملش اي حاجة تانية غير ال5 حاجات اللي هقولها لكم دي عشان نفوز بيوم عرفة فيغفر لنا وتتقبل دعواتنا ونعتق من النار وحاجات زي الفل. ويلا بينا مع العمل الاول. واول عمل نقوم به في يوم عرفة هو الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صيام يوم عرفة اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يا جدعان سنتين يغفروا في يوم صيام. كل الناس تصوم عرفة الا الحجيج اللي واقفين على عرفة دول ما لهمش الصيام. انما احنا انت متخيل سنة بكل هبابها، كل نظرة حرام وكل فعل حرام، كل ذنب انت عارفه وانت عارفاه كويس قوي نتوب منه ونصوم اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا كل ده. والله وتاخد عليه السنة اللي جاية كمان بونص. كثر خير الله وطاب. فاوعى يعدي عليك يوم عرفة من غير ما تكون صايم. اما بقى العمل الثاني وهو الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني ايه خير الدعاء دعاء يوم عرفة؟ بص يا حبيبي، الدعاء الله عز وجل يستجيبه. ولما بترفع ايدك للسماء زي ما اتفقنا بدل المرة 1000 تدعو الله وانت موقن بالإجابة وتستقبل الإجابة وانت موقن بالحكمة. حكيم واختياره ليك هو احسن حاجة ليك. ولكن في اوقات وايام ربنا سبحانه وتعالى جعلها اكثر انها ممكن يستجاب فيها الدعاء، ومن اهمها يوم عرفة. كان يذكر عن الصالحين والسلف انهم كانوا يشيلوا الادعية الهامة ليوم عرفة عشان ده خير الدعاء، اكتر يوم ربنا ممكن يستجيب منه. ادعوا يا اخواني بخير الدنيا والاخرة. يا عم اوعى تستغنى، اوعى تفتكر انك تقدر تعيش من غير ربنا. اصل انا بتكسف اساله في الدنيا يا امير، اساله يعني الرزق بقى والمال والعيال والبيت والزوجة والنجاح والتوفيق والشغل والدرجات ينفع؟ والله العظيم ده ما ينفعش غير كده. فزي ما بتدعو بخير الاخرة ان ربنا يجعلنا من اهل الجنة من اهل الفردوس الاعلى، ندعي بخير الدنيا. بس بالله عليك وانت بتكتب دعوات يوم عرفة، وده اللي بقول لك عليه، يعني انت قدامك دلوقتي ايه؟ ليلتين تشتغل فيهم. اقعد اكتب كل الادعية اللي بتتمناها، بس اوعى تنسى اخواننا في السودان وفي فلسطين عايشين اللي احنا شايفينه بعينينا، اشياء مرعبة. ولكن سبحان الله الاختبار لينا اكتر ما هو ليهم. الصابر منهم من اهل الجنة والشهيد منهم من اهل الجنة، لكن الدور والباقي علينا احنا فين من اخوتنا. فعلى اقل القليل اوعوا تنسوهم من الدعاء. اما بقى العمل الثالث وهو الذكر. تعالوا نرجع لنفس الحديث. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا أن أفضل الذكر في هذا اليوم هو هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنا بقى مش هأكلك كل حاجة بالمعلقة بقى، أنا عايزك تتعب شويتين وتروح تعمل سيرش كده تكتب إيه اللي يقول ده
100 مرة مثلا ياخد ايه؟ هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الاجور الكثير، الاقيها مكتوبة تحت في التعليقات بقى عشان تفيدوا بعض. فالذكر ده اوعى تغفل عنه في اليوم ده، بل عيش عليه اغلب اليوم. وهنا بقى نيجي للعمل الرابع وهو الاستغفار. اسمعوا الحديث ده، الحديث ده يا جماعة بيأثر في قلبي بشكل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. هتقول لي يا امير ما احنا سمعناه، ما انت قلته من شوية في فضل يوم عرفة. اقول لك بس كمل معايا. قال صلى الله عليه وسلم: وانه ليدنو. يدنو يعني قرب. مين يدنو؟ الله عز وجل. تخيل اللي قال على نفسه: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يدنو يقرب أكتر وأكتر في يوم عرفة. ليه يا رب؟ عشان دعاك يستجاب، عشان صيامك ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بيه سنة قبل وسنة بعد، عشان استغفارك ربنا سبحانه وتعالى يقبله فيغفر لك. تعالوا نكمل. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. يبص كده للعبيد اللي شغالين في اليوم ده، اللي جايين يقولوا له: يا رب ده احنا جايين، ده احنا تائبين، ده احنا مستغفرين، ده احنا عايزين رحمتك. يباهي بهم الملائكة باسمك وصفتك، ثم يقول عز وجل: ما يريد هؤلاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى احنا عايزين ايه. ثم يقول، والكلام ده للناس اللي هتشتغل في اليوم ده: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. اللي عايز على الاستغفار في اليوم ده ربنا هيغفر له. يغفر لي ايه يا امير؟ ما هو انا صايم سنة قبل وسنة بعد. باجتهادك بقى يغفر لك كل اللي فات. فاليوم ده هات استغفار بقى. ايه يا امير يعني 100 يعني 1000 يعني 10000 زي ما يطلعوا بقى، ما تقوليش. ونيجي بقى للعمل الخامس، والعمل ده ان انت في اليوم ده تاخد بالك كويس قوي من سمعك وعينك ولسانك. قال صلى الله عليه وسلم: ان هذا يوم، يقصد يوم عرفة صلى الله عليه وسلم، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يعني ذنوبك تتغفر لو عملت كده. يعني ايه بقى من ملك سمعه وبصره ولسانه؟ بتسمع ايه في اليوم ده، بتشوف ايه في اليوم ده، بتقول ايه في اليوم ده. فلو سمحت اليوم ده، شايف بقى اللي في ايدك اللي انت عمال تفرق، اللي انت بتتفرج عليا منه دلوقتي ده تخصمه يوميها. نصيحة اخوك بقى: انزل اقعد في المسجد، ولو مسجد النساء مفتوح انزلي اقعدي في المسجد من الفجر لغاية المغرب. ما تطلعوش من المسجد، اعتكاف. طب لا المسجد بيتقفل بعد الفجر يا امير. من الظهر لغاية المغرب. بس اصلهم ما هيفضلوا فاتحين من العصر لغاية المغرب. على قد ما تقدر خليك قاعد في المسجد، واثناء قعدتك في المسجد بقى خد كل اللي احنا قلنا عليه ده. وعلى فكرة ده كان يستحبه العلماء، وكانوا يسموه التعريف بالامصار. يعني زي ما الحجاج قاعدين كده في عرفة من الظهر لغاية المغرب، احنا كمان قاعدين بنعرف، يعني كأننا قاعدين في عرفة كده بس في المساجد. طب مش هتقدر يا سيدي ولا يهمك، بس في اليوم ده لو سمحت اوزن كويس قوي. انت بتشوف ايه، بتسمع ايه، بتتكلم بايه. وده اللي المفروض يعني تعيش وانت بتوزنه. بس في اليوم ده بالذات هنزودها حبتين. ودي ال5 اعمال اللي المفروض نعيش عليها يوم عرفة. وخد بقى حاجة بونص مني كده، ما انا بحبك بقى فلازم اديك حاجة كده ما بيني وما بينك. يا جماعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز اقول لك بس انه الصلاة على النبي سر محدش يعرفه غير اللي عايش عليه. ففي عرفة وفي غير عرفة صلي على النبي لغاية ما صوتك كده يتنبح ويروح. الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اصلي عليك قد ايه؟ وصل قال له: اجعل لك صلاتي كلها ما اعملش حاجة غير اصلي عليك. قال: اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الهم اللي يضايقك في الدنيا والذنب اللي يضايقك في الاخرة بالصلاة على النبي ربنا سبحانه وتعالى يكفيك الهم ويغفر لك الذنب. وبكده نبقى عرفنا الاعمال اللي نعيش عليها في يوم عرفة. وهدعي لكم ما تنسوش تدعوا لي، واعملوا منشن لكل اصحابكم واحبابكم وقرايبكم، قولوا لهم يلا نعيش مع بعض يوم عرفة صح، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم الذنوب ويتقبل منا ومنكم الطاعات. تمام. والى هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام، شير في الخير والدال على الخير كفاعله. انا بحبكم في الله واشوفكم قريب باذن الله. وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.